السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير. اليوم رايحة ندير لكم اشي بارمونتي بالفيوند هاشي بيان سور، ورايحة ندير معاها نصف حبة من البصل تكون مرحية، ومعاها كمية من البطاطا مقطعة مكعبات كبار رايحة نفورها، وعندنا كمية من الحليب. هنا هذيك البطاطا رايحة نفورها باش بيكونش الماء في قلبها، واما هاد البصل رايحة نقليها في شوية تاع الزيت وباش نوضع عليها الفيونداشي طيب. هنا عندنا سكنجبير والملح، فلفله حمراء، قرفه والفلفل الاسود، نضيفهم كلهم للفيونداشي ونخلطهم مليح، ونزيد معهم شويه تاع لاموطارد، وتنجموا تزيدوا معاهم حتى المعدنوس. بعد ما البصل يكونوا قليناه شويه تاع النار حتى يدبل، راح نضيف عليه هذيك الفيونداشي ونخلطها كيما هاك، ونضيف عليها كميه من الماء حوالي نصف كأس تاع 220 هكا، واحد 120 مليلتر من الماء، باش الكفتة تاعنا ما تيبش وما تجيناش يابسة، ونخلوها طيب على راحتها. هنا بعد ما نكونوا طيبناها بيان، رايحة نوضعوها في مول اللي يدخل لداخل في الكوشة في الفرن، ونحضروها. الفرن لازم نكونوا شعلناه مسبق. بالنسبة للفيونداشي هنا تكاكيت الثوم قلت نضيفها، فوالا عطتني هاد الكمية. بهاد الكمية رايحة نوضعها في اي مول، انا هاد المول نوضع فيه كلش، ويعني على حسب عدد الافراد تاع المنزل نوضعوه، ونضيفو عليه هذيك البطاطا اللي تكون تفورت بيان وحتى توصل طريه بزاف. انا رايحه نضيف عليها الملح بيان سور حسب الذوق، ونضيف لها الحليب المهم حتى تولي الاستيكي، يعني تولي ماشي جاريه كيما لا بيغي وماشي ثاني قاصحه بزاف كي المعقوده. نضيف عليها كميه من الملح، تنجموا ديروا عليها الفرomاج، تنجموا ديروا عليها الفلفل الاسود، هذا كله يبقى اختياري. بالبي ميكسور راح يعني نرحيها بيان ونضيفها فوق الكميه تاع الفيونداشي هكا، ونوضعها في الكوشه اللي نكونوا مسبق شعلناها لاعلى درجه باش يكون ساخن، ومن بعد نوضعها في الرف التحتاني او الوسط ونشعلها من الفوق. سينو الا ما كانش عندكم من الفوق تنجموا ديروها الطبق الفوقاني وتخلوها على نار هادئه حتى يتحمر. المهم هذه النتيجه النهائيه، وصفه بنينه بزاف هايله، ويعني هي ثانيه باش يعني نعطيكم يعني نعطيكم افكار باش تبدلوا شهيه طيبه، شهيتكم في الجنه.